في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. ولست أتجاوز إذا قلت أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73. في يوم 6 أكتوبر سنة 1973 مصر وسوريا بيشنوا هجوم مفاجئ على إسرائيل في واحدة من أكتر الحروب اللي أثرت على الشرق الأوسط لحد النهاردة. الحرب دي ما كانتش مجرد معركة بين جيوش، لكنها كانت حرب كرامة، وهدفها كان استعادة الأراضي اللي إسرائيل احتلتها في حرب 67. الساعة 2 الظهر بدأت الحرب بهجوم مصري ضخم على الضفة الشرقية لقناة السويس اللي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها. الخطة المصرية كانت عبقرية وبسيطة في نفس الوقت. مهندسين مصريين استخدموا خراطيم مياه ضخمة عشان يوقعوا الساتر الترابي الضخم اللي كان بيفصل بين الجيش المصري والمحتلين. في ساعات قليلة آلاف الجنود المصريين عبروا القناة ورفعوا العلم المصري على أرض سيناء لأول مرة من سنين. في اللحظة دي إسرائيل كانت في حالة صدمة، ما كانتش متوقعة الهجوم، وكان السبب إن عندهم شعور بالتفوق العسكري خصوصا بعد انتصارهم في حرب 67. لكن مصر كانت جاهزة. الجيش المصري قدر يكسر خط بارليف اللي كان بيتقال عليه إنه واحد من أقوى التحصينات العسكرية في العالم. في نفس الوقت الجيش السوري بدأ هجومه على هضبة الجولان، وكان الهدف الرئيسي هو استعادة الأراضي السورية المحتلة. السوريين في البداية حققوا تقدم سريع وكانوا بيضغطوا بقوة على الدفاعات الإسرائيلية. القيادة المصرية في الحرب كانت في ايد أنور السادات رئيس مصر وقتها. السادات كان ليه رؤية كبيرة، هو كان عارف إن الحرب دي مش بس هتكون معركة سلاح، لأ، دي معركة استعادة الكرامة العربية قدام العالم كله. وعلشان كده التعاون بين مصر وسوريا كان مهم جدا، واللي أضاف لقوة الهجوم هو التنسيق الدقيق بين الجيوش. لكن الحرب ما كانتش سهلة. بعد الأيام الأولى من النجاح المصري إسرائيل بدأت تستعيد توازنها وبدأت تضغط على الجبهتين. في سيناء حصلت معارك عنيفة جدا زي معركة الدفرسوار اللي حاولت إسرائيل من خلالها تنفيذ اختراق في صفوف الجيش المصري، لكن الجيش المصري صمد قدام الضغط ده واستمر في الحفاظ على مواقعه. في النهاية الحرب انتهت بوقف إطلاق النار، لكن النتيجة كانت واضحة. العرب لأول مرة من سنين قدروا يحققوا نصر عسكري مهم. الحرب دي فتحت الباب لاتفاقيات سلام في السنين اللي بعدها، وأظهرت للعالم كله إن المصريين مش هيتخلوا عن أراضيهم بسهولة. حرب أكتوبر لحد النهاردة بتعد رمز للانتصار والكرامة، واللي شاركوا فيها بيعتبروا أبطال، واللي عاشوا اللحظة دي عمرهم ما هينسوا المشاعر اللي كانت موجودة في الشوارع المصرية وقتها. الناس كانوا طايرين من الفرح، صوت الراديو كان بيبث أغاني وطنية، ودموع الفرح كانت في عيون كل مصري وهو بيشوف علم بلده بيترفع على أرض سيناء من تاني. ما أقدرش أبدا أنسى خطاب السادات وهو بيقول: يا أيتها الأم الثكلى، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، ويا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، واجعلوا الأمل دستور عمل ونضال. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.